السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في كوزين ماما لؤي. اليوم جيت باش ندير معكم معجون تاع العنب هذا اللي راهو دوكا تيك وقتو. انا خيرت العنب الاحمر، نتوما تحبوا تخيروا لا كاليتي اللي حبيتوها برك عندكم. وشنو خيروا الحبه تكون كبيره ويكون هذاك اللي حاكم روحو، ماشي هذاك اللي يكون فيه الماء بزاف. هايليك انا من بعد ما نحيت الحبات من العرف ديالهم، هايليك كيما قلت لكم خيرت الحبات الكبار. انا هنايا نجي نوزن الحبات تاوعي ونشوف لازم يكون عندي كيلو. نتوما تحبوا دوبليو لي زانغريديون دوبليوهم. انا هنايا استعملت كيلو كما قلت لكم. نحط كامل لا كونتيتي. هاوليك جاني كيلو و6 غرامات. قد ما نسيت نقص حبه تما قلت لكم كامل حبات كبار، تما جاتني كيلو 6 غرامات. انا في هذه المرحله واش حنزيدو السكر 600 غرام. بكري كنا نديرو كيله بكيله، هاد دوكا تيكلسيو نقصوا الماكسيموم تاع الحلاوه باسكو هاد العنب ديجا اصلا حلو. تما انا درت 600 غرام تاع سكر. هايليك فوالا 600. دوكا تيك انا واش ندير، نحكم مغرفه ولا سباتول ولا واش عندكم، راح نسيي ندخل كامل هذاك السكر في العنب. انا هنا مع الاول جاتني هذه سباتول شويه غبنتني شويه في الخدمه، دوك نبدلها. نجيب مغرفه تاع حديد ولا حطب كيف تكون كبيره. هايليك وهنايا كيفاش نعرفوا لا كونتيتي تاع الماء. هايليك انا هنا درت الكاس الاول ونزيدو الكاس الدوزيام. كيفاش نعرفوا باللي خلاص الماء؟ نشوفوا العنب هذاك بدا الحق له الماء شغل نيفو مع العنب. هاوليك شوفوا كي انايا هاني نخلط فيه الحق النيفو معاه، تما درت له 2 كيسان الماكسيموم. نتوما تحبوا سيرو بليس كو هكا زيدوا له كما قلت لكم شويه تاع ماء، زعما نقولوا 2 كيسان ونص. هذا مكان دوكا تي كان نسي نحركوا شويه باش نحسوا هذاك السكر يذوب معنا مليح. شوفوا نتوما خلوه كل 4 ساعات روحوا زيدوا خلطوه. هكا انا كنت ندير. هاد العنب هذا ما حاش نخلوه يبات، راح نطيبوه على 2 سوايع ولا 3 سوايع، سا ديبون شحال نخلوه. هي الماكسيموم باش السكر هذاك يذوب خلوه 2 سوايع. فوالا كما قلت لكم انا كنت كل خطره نحرك وهكاك والسكر ومازال ما ذابش. انا دوكا انا باش نقول لكم نكون صادقه معكم، انا خليته بليس كو 3 سوايع مي قعد على حاله، هذاك السكر ما دابش كامل داخل. هاوليك هنايا من بعد ما جازو هذوك 3 سوايع هايليك راح نجوز نحي هذاك العنب ونحطو نصفيه ونحطوه في حاجه غيسيبيون ولا واش عندكم حطوه ونخلوه هذاك السيرو لتحت هكذا كامل. وشوفوا الحبات قعدوا على قانيهم، ما صرا لهم والو، ما تفتحوا، ما دخلهم الماء، ما والو. هكا نحيو كامل هذه لا كونتيتي. هاوليك نهبطو كامل وشوفوا هكذاك والسكر مازال معنا لتحت. قلت لكم يا بورطون خليته سمحوا لي اكثر من 3 سوايع. دوكا كان واش عندي نجيبو طنيجره اللي تكون شويه ثقيله. شوفوا سيرو كيف رغتو ديجا اصلا راهو تحسوه شغل بدا يعقد، هذا بلا طياب بدا يعقد. نهبطو كامل هذاك السكر اللي عندنا في الفون تاع الغيسيبيون تاعنا، نهبطوه كامل هكذا. نحركو هنايا غير شويه برك ونديروه على النار يبدا يغلي. ما ديروش النار قويه كما تعرفوا ما يحبش نار قويه وما يحبش نغطوه ابدا. المعجون يتغطى باسكو على كون تغطوه راح يفيد وتصرا كارثه تاع الفيضان. انا هنا شوفوا كي تشوفوه بدا يغلي مده 10 دقائق راح نرمو الحبات تاع العنب تاعنا. علاش حتى يغلي؟ باش حبات العنب ما تطيحش معنا تمتم. هايليك دوكا كان هبط العنب هنايا تاعي مليح هكا ونخلوه يبدا يغلي في غرتو كما قلت لكم النار قليله. فوالا هنايا بدا يغلي معايا العنب. دوك واش نديرو العنب سمحوا لي المعجون لازم الرغوه هذه اللي تكون من الفوق كامل نحوها. علاش؟ هاد الرغوه هي اللي حتفسد لنا المعجون وما تخليهش زعما يقعد مده طويله معنا ولا دي فوا يجي قارص ولا مر.
هاي لك نحيلو كامل هذيك الرغوه. ما قدرتوش تنحوها بالمغرفه تحكموا الصفايه اللي يكونوا التقابي تاعها بزاف رقاق ونسيو نحوهم بالصفايه. هاي لك شوفوا كيما هنا الرغوه كل ما يزيد يغلي كل ما الرغوه هذيك هاي تزيد تخرج. نحيها كامل غير بالعقل، كل ما يدخل شويه رغوه نزيدو نحيوها. علاش اون بليس يجينا المعجون تاعنا صافي ونقي الوجه ديالو. شوفوا حاشاكم هاي ديك لا كونتيتي تاع الرغوه اللي نحيتها. هنايا نتوما تفضلوا ديروا رونديله تاع قارص، علاش باش يقعد اللون تاعو كيما هو. انا ما كانش عندي القارص، كان عندي هنايا لاغوم تاع القارص درتها. هايليك هنا كيفاش تعرفوا بلي طاب، هنا تشوفوا هاد الفقاعات كثروا بزاف وتشوفوا البنابل دار بنابل كبار. هنايا راح نزيد زوج بوشونات تاع ما ورد ولا ما زهر ولا واش عندكم. انا عندي هنايا ما زهر، مي هو يجي ما ورد يجي خير وخير. هايليك ونطفيو عليه ما نزيدولو حتى حاجه، نخلوه يقعد حتى يبرد كومبليتمون. هنايا خليته حتى برد كومبليتمون ونقدموه. شوفوا النتيجه اللي عطاها لي، جا بنين 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 ما تقدروش تصوروا شحال. وشوفوا السر تاعو جا عاقد ولا كولور تاعو جات هايله على حساب لا كولور تاع العنب تاعنا. نتمنى ان شاء الله تجربوه، واللي عجبته الوصفه بيان سور يبارطاجيها. ونقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه.